طبعا احنا ولا رحنا كاس العالم ولا اي حاجه، وبص يعني خلينا نسمع الطرب ده، نسمع الطرب ده ونسمع الناس الجامده دي، والنبي شويه طرب كده وبمزاج كده عشان ايه نبقى مية مية. النادي الاهلي يا جماعه في اينما ذهب يخطف يسرق الكاميرا بالبلدي كده. فقد سرق الاهلي الكاميرا من كل انديه العالم في هذا المشهد. ويشهد على كده كابتن سيد عبد الحفيظ، يشوف شهاده. لكن مكتسبات البطوله كتير جدا يا اتفضل. واحد، ان انت عبرت عن نفسك بشكل كويس. حاسس كده ان الاهلي ممكن ياخد كاس العالم للانديه. الاهلي هياخد كاس العالم للانديه. في اهلاويه مجانين اتكلموا ان احنا ممكن نوصل مثلا دور الاربعه ولا حاجه، او امال، خلينا نسميها امال. وفي ناس كانت واقعيه وفاهمه القصه. خسرنا بشرفنا، طلعنا بره البطوله، بس احسن فريق طلع بره البطوله. يعني انا هو ده اللي انا بتكلم عليه، اللي محدش فاهم. مفيش حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي ده ما عندوش شخصيه. انا خايف نجيب لعيبه ب 10 مليون دولار، نتعادل مع انتر ميامي ونتغلب الماتشين التانيين ونخرج هنكون خدنا فلوس. لا ما كده ان النادي الاهلي هيكون حصاله المجموعه، هيكون موقفه صعب جدا في المجموعه. يا عم كاس العالم الانديه ايه؟ انتوا عمالين تضحكوا على الناس وجماهيركم. كاس العالم الانديه يا ابني انتوا هتروحوا اول طياره وهترجعوا. سجل كلامي عندك. النادي الاهلي هيلعب 3 ماتشات وهيرجع. لا ما توقع على الماتش بتاع باتشوكا مش هيكمل. كابتن الفرقه والمصورات واقف قدام المرمى، الكره تبقى شمال. يا كابتن ما تراي وحاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك للاهلي، مبروك للاهلي. اتعلم عليك يا وزان، ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا.